السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وسنه سعيده على الكل. تنعاد عليكم بالصحه والسلامه وبطول العمر وبشي حجه ان شاء الله، وكل ما تمنيتوه يا ربي يحقق لكم في هذا العام، وبدايه سعيده وبالصحه والسلامه للجميع يا ربي يا ربي. اليوم ان شاء الله جبت لكم مجموعه ديال الجليبات خدمتهم للزبائن ديالي وجمعتهم وحطيتهم لكم باش تاخذوا فكره بالنسبه اللي بغى يخيط جليبه او اللي بغى يشوف موديلات ولا هذا. انا جمعت لكم هاد الموديلات هادو وجيت نشاركهم معكم، ان شاء الله تستافدوا منهم كيف ما العاده، وكون داكشي اللي باغيين تعرفوه تلقاوه هنايا ان شاء الله. وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، كنشكركم على لي ميساج اللي كتخليو ليا، بزاف بزاف شكرا لكم بزاف. وبالنسبه لمتابعيني كنسلم على كل وحده بسميتها بلا ما نبقى نقول الاسماء. ان شاء الله كلشي تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا هادو مجموعه ديال الجلاليب، كاين اللي طويل كاين اللي قصير كاين اللي منبت كاين اللي مطرز، كل موديل والشكل ديالو. ان شاء الله انكم تستافدوا منه وتاخذوا منه افكار، تاخذوا منه تنسيق الوان ويعجبكم. وان شاء الله حتى نتوما ديروا المشروع ديالكم وتحاولوا فيه. بزاف الناس كيراسلوني كيبغيو مساكن يديروا المشاريع وهذا وخايفين، فشوفوا ما تخافوش وتوكلوا على الله، واللي عندك والمبلغ اللي عندك بداي به، ما تخافيش تقولي هذا غادي ما يقدنيش ولا ما هذا. بداي باش ما قسم الله داكشي اللي عندك، بداي والفكره اللي في راسك تبقيها. وبالنسبه للناس اللي كانوا طلبوا مني الطرز على الاتواب ويبيعوا الثوب مطرز، كاين فكره اخرى من كاين اللي ما فهمش الطريقه ديال كيفاش انه يحط الثوب وكيفاش انه يرشم وهذا. ف علاش انت غادا تمشي انت تمحني وتشوفي الثوب وفين غتحط الرشمه وهذا؟ كاينين دابا لي ماشين ديال لي زورديناتور، كتدي الثوب كتمشي عند مول لي ماشين، عند مول الماكينه ديال لورديناتور اللي كيدير الطاس ديال لورديناتور. غتفقي معاه تقول لي عندي مثلا، شوفي انت مثلا شحال عندك، 10 ديال التواب 20 ديال الثوب. غتمشي عندو غتقول لي مثلا بغيت نطرز تكشيطه في هذا الثوب، بغيت نطرز جلابه في هذا اللون في هذا الثوب. هو غادي بروغرامي لا ماشين ديالو على حسب الطرزات اللي انت مثلا اختاريتيهم معاه وهذا، وغادي يطرز لك الثواب ديالك. هو عارف فين غادي يحط الكمام، فين غادي يحط الستار، فين غادي يحط الظهر الا كانت قفطان، وغادي يعرف يحط الطرزات ديال الجلابه. علاش تمحني راسك نتوما وتبقاو تقلبوا فين غتحطوا هذه وفين غتحطوا هذه؟ هو هاد السيد اللي كيكون عندهم آلات التطريز ديال الكمبيوتر، راه تبارك الله راه كيخرجوا الالاف والالاف والاف ديال النهار. والا كانت عندك الكميه كثيره راه ما غاديش يكون عندك ثمن غالي وهذا، وفي نفس الوقت تكوني ربحتي الوقت، وفي نفس الوقت تكون عندك نتيجه مزيانه، في نفس الوقت تكوني حيدتي داك الخوف ديال انك ما عارفاش منين باديه، وفي نفس الوقت حتى هو غادي يستافد معك، حتى هو غادي يحلق شويه معك، يعني داكشي متبادل. وفي نفس الوقت غادي تكوني حيدتي داك الخوف وبديتي بداي بشويه 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 حتى يدير الله حل. وشكون قال انك ان شاء الله انت قاعد تاخذي هذيك الماكينه من بعد؟ علاش ديما يكون الانسان عنده واحد الطموح كبير من بعد ان شاء الله ويديروا الفلوس وهذا، وخدي انت ديك الماكينه وبقيت طرزي، خدي ديري فورماسيون على من عند مول الماكل اللي غادا تشريها من عنده، وديري فورماسيون على الماكينه. راه سي ماشي شي حاجه واعره. كنوجه كلامي بالخصوص الاخت خلخاله، وكنتمنى لها الحظ بزاف. المهم كنتمنى هاد النصائح اللي عطيتك اليوم تستافدي منهم. سولي على هاد القضيه هذه ديال انك تشوفي السيد اللي كيطرز على الكمبيوتر وتقولي له غنجيب لك الثواب، حددي له اللي باغا ديري جلابه، حددي له اللي باغا ديري قفطان، وهذه بدايه مشروع مزيانه. فهمتي؟ يعني داكشي اللي غادا تبقاي تخمي شكون غيطرز لك ولا هذا، دفعي بالجمله والثمن غادي يكون هابط عندك، وهكا تكوني استفدتي على شحال من مره. ان شاء الله تكون الفكره وضحات وكل ميساج وصل، وتعرفي كيفاش تطبقي الفكره ديالك، وتلقاي ان شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي تلقاي البدايه ديال الطريق ديالك باش انك تبداي المشروع ديالك ويحيد منك هذا الخوف وهذا الدهشه هذه اللي كاينه في الاول. هذا مكان اليوم كيف ما قلت لكم جيت نشارككم بالفيديو ديال الجلالب اللي خدمت هذا، تاخذوا منهم فكره. وحبيت نطرق المشروع ديال تطريز الاثواب وبيعها جاهزه. كنت في الفيديو السابق حطيت كيفاش طرزي فوق الثوب من خلال باترون، هذا غير حطيت يعني داكشي نظري، وحطيت واحد المثال ديال واحد الثوب عندي انا كان مطرز جاهز.
ودابا ما بقيت كنفكر ديما بقى هاد القضيه بقيت كنفكر فيها هاد الناس اللي طلبوا مني هذا. فعلاش يعني نظن المساله اللي طرقت لها اليوم انها تكون هي الحل. شوفي الناس اللي عندهم كيديروا الطرز ديال الاورديناتور، ويكون خير ان شاء الله، والله الموفق للجميع. ونتمنى نكون خفيفة الظل عليكم كما دائما، ونكون انني كتستافدوا مني ومن داكشي اللي كنقول لكم. ومره اخرى سنه سعيده للجميع، كنتمنى لكم الصحه والسلامه وطول العمر باش ما تمنيتوا ان شاء الله، وتكون سنه الافراح والسعاده ونهايه الالام وبدايه الافراح ان شاء الله لكل واحد متمني شي حاجة في خاطره الله ينولها ليه. دمتم بخير والى اللقاء. نخليكم مع تتمة ديال الفيديو. بسلام عليكم.